السلام عليكم، العبد لله خالد مختار البصكي. نحكي قصة صارت لي مع الدكتور جاب كروات، مسؤول في المكتب الصحي في بريطانيا، وبالذات على حالات الأطراف يعني البتر. كان عندي معه اجتماع، وأول ما بدأ الاجتماع قال السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا خالد ويا عبد الهادي، أخونا عبد الهادي الشاطر فاقد حتى هو أطراف الزوز. قال اسمعوا يا خالد، الإعاقة هذه بتقعد معاكم مدى العمر. يعني أنا آمنت بالله سبحانه وتعالى، ولا شفته ولا ريته ولا سمعته. يعني ينورني جاب كروات يحسابني بعد شهرين أو ثلاثة أو سنة ولا اثنين بنشبح لوطة نلقى رجلي رجعوا. هذا كان رد دكتور هذا جاوبني به، يعني يقول لي أنت الإعاقة بتقعد بها العمر كله. هذا الرد على خاطر انت طلبت باطراف صناعيه احسن. هذا يعني كان بعد الحاح طويل، وفي فيديو نازل. يعني احنا كانت نفذه لنا الاخت اسمها ابتهاج. يعني وحضرت بعد هذا الفيديو يمكن باسبوع او 5 ايام وحاجه زي هذه، كان معاه اجتماع ورد علي رد دبلوماسي. قال انا حسيت روحي مقصر معاكم وانا متاسف وانا مش عارف ايه. يا ريته كان الكلام بتاعه يعني فعلي وجدي. للأسف اتطورت المشاكل أكثر من الأول يعني. ورد علي الرد اللي كنت نحكي لكم فيه، يعني قال لي أنت الإعاقة بتاعك هذه بتقعد معك مدى العمر. هذا شافك يعني أنت جاي من ليبيا، متخرج من ليبيا، فيقول يعني هذا الرد المقنع باش يقنعك بأنك أنت مش محتاج يعني مش محتاج السيليك. أيوة أنا مش محتاج السيليك وما تمشيش معايا السيليك. وللأسف طلبنا منه نعرضه على دكتور آخر، وافق على الرد هذا يعني مبدئيا أو أمامنا إحنا. يعني خلال فترة معينة قال لا وافقوا لكم في نفس المركز وانتم يعني بعد شهرين انت ضربت على اطراف صناعية ثانية، وبعد ما اعطاك الرد هذا باش يقنعك ما فيش داعي للسيلق، وافق لك بعدين على السيلق. وطلبت منا ان نحول من المركز هذا. يعني كانت فيه بعده مركز، يعني كانت فيه نمشوا فيه فترة مسائية، يعني من الساعة 2 للساعة 4 ومن الساعة 3 للساعة 5. فانا نشوف فيها يعني العبد لله ما نعرفش، لكن نشوف فيها يعني فترة مسائية ما هيش زايزة للشيء هذا. ماذا بيه تكون فترة صباحية وناس تلهبينها أفضل. ولو هم زي ما يقولوا خايفين عن المال العام وما نبوش نصرفوا المال العام في الفاضي، كانوا يكتفون التمارين هذه في خلال 2 و3 بدل 6 شهور. يعني العبد لله الفترة هذيك كان يلزم تمارين أكثر من الشيء هذا. يعني ساعتين أنا فيها قدامي 15 أو 20 حالة في المركز، مرات نحصل منهم نص ساعة، مرات ربع ساعة، مرات ساعة، على حسب يعني. ومرات ما نحصل شيء. يعني موعد تعديل رجل او شيء زي هذا يقول لك ارجع بكره، ارجع بعد بكره. كانت جمعه يعني عندهم سبت وحد عطله، ترجع يوم اثنين وما تتمرنش. فهذا يعني كان تعليقي على الدكتور جاب كروات.